السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل الفراخ العسل دي، فراخ مشويه في الفرن وشويه الرز بالخلطه والبهارات. حاجه كده اللهم بارك، شكلها وطعمها وريحتها حاجه كده خيال. ما شاء الله، كل اللي دقها يعني شكر فيها الحمد لله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي وطريقتها ايه. معايا هنا بصلايه متوسطه، اقطعها بس قطع كبيره كده وانزلها في الكبه عشان تمشي معاها. وهنا برضو قرنين من الفلفل الرومي، لو عندك فلفل الوان ماشي، مفيش خلاص. هنا فلفل رومي وقرن فلفل حامي، ده براحتك برضو. وهنا برضو الفلفل رومي برضو مش الوان. هنزل بقى هخرطهم كلهم كده. وهنا حبيتين طماطم برضو، قطع كبيرة كده بس يا دوبك الكبة تمشي. هننزل بيهم كده كلهم وخلاص كده. هجيب بقى كام فص من الثوم، حوالي 4 أو 5 فصوص ثوم، وهديهم بقى ضربة كده في الكبة. وهنا البهارات برضو معايا بابريكا، كمون، بهارات فراخ مشوية، ملح على حسب راحتك انتي، وفلفل اسمر. هضربهم بقى كل الخليط ده مع بعضه لحد ايه ما ينعم كده خالص. انا هنا غسله الفراخ برضو ونقعيها في ملح وليمون، ميه وملح وليمون. هنزل هنا بليمونه، عصير ليمونه. ولو عندك دبس رمان حطي، او صويا صوص. انا ما عنديش، هحط ايه معلقتين من العسل النحل، عسل ابيض او عسل اسمر لو عندك. حطي حوالي معلقتين كده واضربهم تاني مع بعض كده. خلاص كده تمام. هنا رحت جبت الفراخ وصفتها، وهنزل بقى بالخليط عليها. بصي ما تخليش حته في الفرخه لما تدهنيها. انا هنا فرخه ما شاء الله اللهم بارك 2 كيلو، قطعتها على 5 قطع. انا هنا مش هحط الخليط كله، هشيل شويه كده على جنب. همسك بقى الفراخ، هتحطي بقى بين الجلد واللحم، توسعي كده وتدهني بالخلطة، ومن بره ومن جوه كلها، ما تخليش اي جزء ما فوقش. اهم حاجه تدعكيها كلها كده، ما تخليش اي جزء فيها الا وتدهنيه بالخلطه. وبين اللحمه والجلد كده توسعي بايديكي وتحطي. تمام كده. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه. تمام كده خلاص. هدينها كلها كده واحطها، وهسيبها بقى في التلاجة كده حوالي ساعة ساعتين. وممكن تسيبيها مثلا من الصبح لحد ما تيجي تشتغلي، او من بالليل تعملي الخلطة دي وتركنيها فيها، يعني انت وراحتك. بس انا عشان هنا برضو ما كنتش عامله حسابي ان انا هعملها، فهركنها بس حوالي ساعتين كده في التلاجة. خلاص كده هبدأ اشتغل بقى. انا كده على فكرة كنت حطيتها في الفرن، بس الجزء ده ما اتصورش. كنت غطيتها بورق فويل ودخلتها الفرن على درجة 180 وفي الرف الوسطاني، وسبتها مع نفسها كده. هنا بقى هعمل الرز، معلقة من الزبدة او السمنة براحتك، عليهم معلقتين من الزيت. واول ما يتقدحوا هنزل عليهم برز بسمتي، كنت غسلاه ونقعه نص ساعة. بعد كده هنزل عليه بقى بمعلقة من الكركم، ومعلقة ربع معلقة من الزعفران. وهنزل اقلب عليهم بقى، وهنزل الخلطة بقى اللي انا قلت لكم هنركنها دي. عايزه اقول لكم بقى الخلطه دي ما شاء الله اللهم بارك، الرز كان طعمه وريحته وشكله ولونه كان حاجه كده فوق الخيال. انا هنا هقلبه بقى بالخلطه، وحطيت كمان معلقه من الكاري، وهقلبهم بقى كلهم في قلب بعضهم. هفضل اشوح كده فيه بالسمنه والخلطه لحد ما ياخد اللون ويتشمع بالسمنه خلاص. عايزه بقى تحطي ميه سخنه، اهم حاجه تكون الميه سخنه او الشوربه. بس انا كان عندي شويه شوربه سخنتهم وحطيتهم عليه. وهنا حطيت الملح. الملح طبعا ده على حسب بقى انت براحتك، تزودي تقللي براحتك. وهقلبهم مع بعض
وهنزل بقى بالشوربة عليها. كان عندي شوية شوربة في التلاجة سخنتهم، اهم حاجة المية او الشوربة يكونوا سخنين اهو. هنزل عليهم كده وهغطيه بقى بالرز البسمتي، بيحب الشوربة او المية كتير غير الرز المصري. يعني كده كان اعلى كده بمقدار عقلتين او يا دوبك. انا هنا يا دوبك كنت بشوفه كده اتشرب ولا لسه، كان خلاص. ههدي بقى النار عليه واسيبه مع نفسه يستوي. والله شرب شربته او المية بتاعته ولسه ما استواش، زوديه برضو نص كوباية من المية السخنة او الشوربة برضو اللي موجودة عندك. ما توقفيش الدنيا، كله ماشي. لو حطيتي مية هتحطي له يا دوبك مكعب من ماجي. هنا كان خلاص بس لسه شوية. بس انا كنت قلقانة لحسن القعر بتاعه يلزق، فبقلب فيه بس. تمام كده، هغطي عليه برضو ومهدية النار خالص وهسيبه. هنا بقى الفراخ كانت طلعت يا دوبك، ما شاء الله اللهم بارك. انا هنا بعد ما لقيتها استوت بتاع نص ساعة كده ودخلت في السوا، رحت شايلة الفويل منها ورحت مشغلة الشواية وسبتها لحد ما خدت لون ودخلت في السوا خالص. ما شاء الله بقى دايبة، طعمها خطير خطير خطير، حاجة كده اللهم بارك. يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. بس فعلا والله كل اللي دقها انبهر بيها، حاجة كده خيال. ما شاء الله اللهم بارك. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه.